يعد جني الزيتون أحد أعرق وأهم العادات بمنطقة القبائل، ومصدر رزق أساسي لسكانها، حيث يعتبر عيدا محليا يمتد من نهاية السنة إلى غاية شهر مارس. نحن نتواجد بأعالي الصمام في بجاية، وبالتحديد في قرية إغرم بأغرب. هنا عادات وتقاليد راسخة يتوارثها سكان المنطقة أبا عن جد، كما يتوارثون أشجار الزيتون. هذه الشجرة المباركة التي تعمر لأكثر من 1000 سنة. جمع الزيتون في منطقة الصمام لديه مميزاته التي تجعل منه عملا ذا نكهة خاصة، وذلك من خلال التعاون والتضامن فيما يعرف بتويزا. يا نروحه روزا يا مختار فاشلة فشرة عاوني غير ساكن ساعتي ويزاق عاونت بزمار ساكن هالحال كربي لهنا هذا سنافية تقصح تكويت مزنبط أنا قلهنا هذا تكوك عقيلة ساكن قلهنا ولا لا جات لنا وين شلف روح ذا يقول كشلف روح مع الصباح الباكر أقارب عمي علي كانوا في الموعد، فرغم تقدمهم في السن إلا أن ذلك لم يمنعهم من مساعدته لجمع الزيتون. روح لازم تاكل روح مسجل عواني أيوة. نرافق عمي علي وعائلته إلى المنطقة المسماة أزغار، أين تتواجد بساتين الزيتون. بخير أيوة أيام تيام الدوثاه نسرد نزوير ثكها شمل التقينا أيوة أرز مرثقيا أيوة ثغنيها تلقاها كويس تلقى تنقض من القاية جني الزيتون عمل شاق، خصوصا وأنه في فصل الشتاء حيث البرودة شديدة، ففي الوقت الذي تشرع النسوة في جمع الزيتون المتساقط يتكفل الداعي بإشعال النار للتدفئة.
الله يرى لك خيرك وخمتك. وضع شباك بلاستيكي تحت الشجرة من الضروريات حتى يتم الحفاظ على ثمار الزيتون وتفادي الدوس عليها واختلاطها بالتربة. قلق قلق. اي وناك وناك. بدأت عملية الجلد، كل الأفراد يلتفون حول الشجرة لقطف الثمار. زق تسمتونا ما كنا نساليها في الماء. الساعة تشير إلى 1 زوالا، موعد الغداء. العائلة تجتمع لتناول الطعام وأخذ قسط من الراحة بعد مجهود مضني. تعالي نهار قصني طهرني واش تدير روحك بالخير نهزك ربنا خرج مرة مسند انت سمرنا القهوة انت حكون جماعة اللفة جماعة اللفة النور بزين يا سجلني مهمة الدعل بدأت تصعب شيئا فشيئا، ما يستدعي استعمال السلالم لنفض ما تبقى من الزيتون بالعصا. تفضل وانت مخصصني قوي تنزل لك القاع.
بعد الزبور. النسوة يتكفلن بجمع الزيتون المتناثر على الشباك وماء القفة. شو العمر؟ يعني شو اسمه؟ فيه ليلة دقيقة فيه لا. لا بعد يوم شاق تمكنا من جني ثمار هذه الشجرة المباركة، فحان موعد العودة ليتكفل الجميع بلم الأغراض المستعملة في جو ملؤه الفرح والسرور. هاني وقصة 12 متر على 5 يروح اجبد روح. ارفض نشيلها وقذا. بسم الله. مهمة الدعل لم تنتهي بعد، فعليه نقل الغلة إلى معصرة القرية وأخذ موعد لعصر المحصول. يعطيك الصحة وكيف تربيها. ما نعرفش نتمنى لها نلقى الخير إن شاء الله. راح نتقل هنا. راح ننتهي في الأمان. نتواجد بمعصرة الحاج أرزقي لنرافق عملية عصر الزيتون التي تمر عبر مراحل. بعد استقبال غلة كل مزارع يتم ترقيم المحصول ووزنه.
بون غادناوي غازمور كفرايين كان لي ميرو غاديداوين ابري غاداوين لي ميرونيا السرسن دا غينيا بون ابا دمار كايا الماركا لي ميرو بون ابري غاداوين لي فيديو ديال الماركا لي ميرو نسن اساس الزمور دا كيا طفى البوين سافيك لي لوميرو لا ريفيرونس السمر كنر دا غينيا. كمرحلة أولى يتم تفريغ محتوى الأكياس من الزيتون في حوض واسع ليمر عبر مروحة فصل الأوراق والتنظيف. غادناوي غازمور كفرايين كان لي ميرو غاديداوين ابري غاداوين لي ميرونيا السرسن دا غينيا بون ابا دمار كايا الماركا لي ميرو بون ابري غاداوين لي فيديو ديال الماركا لي ميرو نسن اساس الزمور دا كيا طفى البوين سافيك لي لوميرو لا ريفيرونس السمر كنر دا غينيا بون ابري ساكالي كوماسي دار دا وقت تكاس بون يتكاسيفر ريسبيراتور ابري غادي دار دا غينيا سكو داك كوماسي ثير داينس. ثم يغسل الزيتون للتخلص من الغبار والأوساخ والحصى. بعد غسله وتنقيته من الحصى يمر عبر أنبوب ليغسل مرة ثانية. ثم يرفع إلى هذه الآلة الأشبه بالصهريج ليتم هرس وعجن الزيتون لنتحصل على عجينة تجمع في حوض. وحتى يكون مردود الزيت وفيرا يضاف له ماء دافئ ثم يعصر الخليط المهروس ويفصل عن النواة ويتم إنزال الزيت وما يسمى بالجفت. الشعل هذا غينيا لا لافوز ادياليا بون هذا كاين كوماسي ثردا ابري دير لو زمور هذا غينيا هذا زدكان هذا كيان سي لاكراس صاي لاكراس كو هذا غينيا ابري هذا غينيا الكوماسيا هذه الزاد كلافيس هذا اللي رو بروايور هذا كيان هذا اللي رو بروايور بريمير مالاكسور يشوف يشوفوا غاسمي لي غاز تفاق توي كي يساون ابري دور دوزيام مالاكسور بون رحمن امامي تد ماشي مليحه كيا. جمال لا يكل ولا يمل يتفقد دائما آلاته. هنا يراقب سرعة ودرجة حموضة الزيتون. يبدو أنها جيدة. عصارة الزيتون تنتقل عبر أنابيب إلى المصفاة، ومع ماء دافئ نتحصل على زيت صافي.
غينيا من بعد لا مونوبومب. لا مونوبومب كاع دار الديكونتور الزيت تقرا يدير ذاكيا اما نيتي كثير هي السنيه تقرا فينا يغس شحال لا رومارك ابري لا بومبا غينيا تقرا الزيت السيباراتور ابري تصفي الزيت يتفاض هكاكيا دابا كان داكيا يتفاض الزيت يصفى ابري نتعمل ثاني بدون. حان موعد التسليم. وكذا زموره الميزاني شحال يتعمر؟ الميزاني يوزن 7 قطار و50 كيلو. شحال يكفى؟ الزيت يساع 137 لتر. شحال صافي كفايه وقنطار؟ يكفى غدي 18,500. اسكو ساكامك الخلاص؟ هكي كاع ما بعد الزيت ما بعد سورديت. ما الا سي سورديت 50,000 وقنطار. ما الا الزيت هاك نكسي لتر وقنطار. خاطر خلصها دير منايا خير. خدي سوردي. يا ربي بسم الله. وي يعطيك صحة جمال أجمع. يعطيك صحة ولي. رغم أن العمل بمعصرة الزيتون ليس بالأمر الهين، إلا أن موسم جني الزيتون يعد فرصة لشباب المنطقة لكسب قوت يومهم. فاش شنو ندير كنت تيسمو مو ديال زموراكيا هكا سما تلالوم بيوسك المعصرة خديم هكا سما نحمل شديدنا نخدم جناتي نخدم جناتي نتفارك انا كنا مازال نخدم الحال جا العالم مليح هكايا غاسي كيعذب شويه مثل شويه لومبيونس كيس لا العذب مية تحس دار لومبيونس تسمو زبر دار تزرب باش كاين العذب باش ما يفضل ما يفوت سدي مار هذاك. تكومونسي لا سيزون زمور لو مود 15 ديسمبر تكومونسي. اما مود سا ديبون لا سيزون سا ديبون مود مارس فيفري سا ديبون لا سيزون زمور كيما زمور ناولاش روندمون سبوسي كي قاعد له زمور ابارتير حسب ابارتير دو 2 جوسكا 26 وقنطار الى 12 مي لا ماجوريتي تلعب دو 16 اما 24 16 لتر وقنطار اما 24 لتر وقنطار سي دي سيزون انا كي سي دي سيزون كما سبوسي كي لا مسكوسي لا زمر خوا مليح زيد زمر كنا غورنا القيمه كنبقوط القيمه كنبقوط داشو تاكاريكيا سكو لا عمل نقصان ولا الزيت سكو لا عمل نقصان ولا ايني قرغان تمست كي تا غير تمست سكو لا عمل زمر الفير بلوز اون بلوس الفير زمر ولا هذا من هذا زمر الوقت نيسكن نروح للقنيش لافن تيم خفافين تجمعني زمور هذه الشكارين من الحاجات تزدقي وغالي زمور كما يعدن لعبة فرنا زمور نسين فهمت سيرو غالي نلقانا ترديسيونال كوش تكسيت. يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الأكثر صحية، فضلاً عن كونه أساس الأطباق التقليدية ومصدر رزق للعديد من العائلات القبائلية، فضلاً عن كونه دواء لبعض الأمراض. ولفوائده الكثيرة يتعين الاعتناء بهذا الإرث الطبيعي الذي يبقى عرضة للإتلاف جراء الحرائق.